أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية إسلام عظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع برنامجكم اليومي أحباب الله. جعلنا الله وإياكم من أحبابه يا رب العالمين. من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمنكر أيها الإخوة الكرام كل أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى، كل أمر فيه كره في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة، وكل معروف يحبه الله سبحانه وتعالى ثم يحبه الناس، وهو معروف في أي أمر من أمور الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر يعني أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى داعيا الناس إلى الخير أو ناهي الناس عن شر، فستقف بين الناس وتواجه الناس. الأمر الآخر الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، هذا وجب عليه أن يصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون صاحب همة عالية، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يأبه بما يقوله الناس عنه. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو من أحباب الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة الأحباب، وجب علينا أن نأمر بالمعروف بمعروف، وأن ننهى عن المنكر بمعروف، بغير منكر، بغير شدة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا دين الله عز وجل، وجب علينا أن نوصله. استجاب من استجاب ورفض من رفض، والله يحاسب الجميع. هذا الواجب علينا أن نقوله للناس، أن نبينه للناس. ثم هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل فرد من أفراد الأمة، صغيرا كان كبيرا، مسؤولا رجلا امرأة، غنيا فقيرا، وجب على الأمة كل بحسب علمه ومقامه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك يضعف الإيمان. إذن وجب على الأمة، كل الأمة، أن تنكر أي منكر صغير أم كبير في القلب، وألا نفرح بأي منكر. فمن فرح بالمنكر يأخذ الإثم، لكن تنكره في قلبك: اللهم إن هذا منكر لا ترضاه ولا أرضاه. ثم أن تأمر باللسان بحسب، كل بقلمه، هذا بلسانه، هذا في خطبة، هذا في كلام، هذا صاحبك. ثم في يدك لصاحب القوة، الحاكم، الوزير، الأب في البيت، وجب عليه أن يأمر بالمعروف، كل حسب. فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا جميعا على ذلك. جعلنا الله وإياكم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.